في الحلقة دي هعرفك أهم الأسباب اللي مخلي أمريكا بتدعم إسرائيل وبتقدم لها الكم ده من المساعدات العسكرية والمالية. فعلى السريع خلينا نبدأ. دعم أمريكا لإسرائيل سواء كان عسكري أو مالي مش بيعتمد على إنه في بعد ديني مشترك ما بين أمريكا وإسرائيل بس، ولكن اللوبي الإسرائيلي له دور كبير زي ما هنعرف بعد شوي. اللوبي يا سيدي عبارة عن أفراد ومنظمات دورهم إنهم يسيروا السياسة الخارجية الأمريكية في اتجاه موالي للمصالح الإسرائيلية، وبيضغط كمان على الكونغرس والبيت الأبيض والإعلام. واللي مخلي اللوبي الإسرائيلي مسيطر وبالأخص في موضوع فلسطين وحقق تقرير مصيرها هو ضعف الدور العربي على الساحة، أو بالأحرى عدم وجوده من الأساس، وده اللي بيسهل مهمة اللوبي في توجيه للسياسة الخارجية الأمريكية لدعم ومساندة إسرائيل ضد أي حق مشروع للفلسطينيين. ومن أهم الحاجات اللي بيستخدمها اللوبي ضد أي حد ينتقد إسرائيل وأفعالها في فلسطين إنه بيتهموا بإنه معادي للسامية. الولايات المتحدة الأمريكية بتدعم إسرائيل من وعد بلفور، واللي كان في سنة 1917 واللي أسس لليهود وطن قومي لهم في فلسطين. ولكن أمريكا فعليا ما تدخلتش في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لدرجة أن الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في سنة 1945 أكد للعرب أن أمريكا مش هتتدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا لو طلب العرب وإسرائيل منها أنها تتدخل. ولكن من بعد وفاة فرانكلين روزفلت وتولي ترومان لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، السياسة الأمريكية مع إسرائيل اتغيرت بشكل كامل، لأنه في سنة 1948 أمريكا في ظل رئاسة ترومان ليها كانت أول دولة بتعترف بدولة إسرائيل بعد إعلانها بساعات في 14 مايو 1948. ومع الاعتراف الأمريكي بدولة إسرائيل بدأت أمريكا بسلسلة من المساعدات كلها هدفها تثبيت أقدام إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. والمساعدات الأمريكية لإسرائيل بدأت من سنة 1948 ليومنا، وزي ما قلنا كل هدفها كان ضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل واستدامة أمنها ونفوذها في الشرق الأوسط. بإجمالي قيمة مساعدات أمريكية لإسرائيل حتى الآن 160 مليار دولار تقريبا. والدعم الأمريكي لإسرائيل كان هدفه احتضان واحتواء دولة إسرائيل الناشئة في البداية، ووصل لكونه دعم مادي وعسكري التزمت به أمريكا فعليا من شهر مارس 1949 لما قدم السفير الأمريكي جيمس جروفر ماكدونالد أوراق اعتماده كسفير لدى إسرائيل الوليدة. ومن اللحظة دي رفضت الولايات المتحدة الأمريكية بداية من الرئيس الأمريكي ترومان وصولا لأيزنهاور وجون كينيدي رفضت التعامل مع مسألة تقرير المصير الفلسطيني، وساندوا الجانب الإسرائيلي في رأيه المتمسك بعدم إعادة شخص من اللاجئين الفلسطينيين لفلسطين مرة أخرى. وأمريكا زي ما عرفنا قدمت لإسرائيل حوالي 160 مليار دولار دعم بشكل مساعدات عسكرية ومساعدات اقتصادية بداية من 48 ليومنا. ولكن مع بداية 2007 ومع وصول إسرائيل لواحدة من أكثر الدول نمو في العالم، أصبحت المساعدات الأمريكية مقصورة على المساعدات العسكرية فقط لإسرائيل. ومن بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعهد بأنه هيقدم دعم مطلق وثابت لإسرائيل من صواريخ اعتراضية لدعم القبة الحديدية وذخائر موجهة بدقة وطلقات ذخيرة، بالإضافة لتبادل معلومات استخباراتية بكل ما يخص أي تهديد إقليمي لإسرائيل. والمساعدات الأمريكية لإسرائيل بتستند على مذكرات التفاهم ما بين أمريكا وإسرائيل، واللي بتكون مدتها 10 سنين. مذكرات التفاهم دي للعلم غير ملزمة قانونا وما بتحتاجش تصديق من مجلس الشيوخ. وأول مذكرة تفاهم بين أمريكا وإسرائيل كانت مدتها 10 سنين من سنة 1999 ل 2008 بقيمة مساعدات 21.3 مليار دولار يتم منحها لإسرائيل. ومذكرة التفاهم الثانية ما بين أمريكا وإسرائيل كانت من 2009 ل 2018 واللي فيها زادت قيمة المساعدات الأمريكية لإسرائيل ووصلت ل 30 مليار دولار. وفي 2016 وقبل انتهاء مذكرة التفاهم الثانية ما بين إسرائيل وأمريكا تم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة واللي هتغطي الفترة من 2019 ل 2028 وفيها تم رفع قيمة المساعدات ل 38 مليار دولار. ورغم أن إسرائيل بتحتل المرتبة ال 29 من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي، إلا أنها بتتلقى سنويا 3.3 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، واللي خصصها لهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بداية من 2021، بالإضافة ل 500 مليون دولار لدعم وتمويل الأبحاث المشتركة ما بين أمريكا وإسرائيل. وآخر حاجة عايز أتكلم فيها بخصوص الدعم المستمر من أمريكا لإسرائيل هي أن اللوبي الصهيوني له دور كبير في المحافظة على التأييد الأمريكي لإسرائيل عن طريق ممارسته للضغوط على صناع القرار الأمريكي لدعم إسرائيل وتقديم مصلحتها في المنطقة.
وضمان تدفق غير مشروط من المساعدات الأمريكية العسكرية لإسرائيل. لأن المال الصهيوني بيأثر على صناع القرار الأمريكيين بالدرجة اللي خلت رجل الأعمال اليهودي شيلدون إيدلسون يقول إن فكرة حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية يعتبر نقطة البداية للقضاء على إسرائيل والشعب اليهودي. وأمريكا في دعمها لإسرائيل استخدمت حق النقد فيتو 81 مرة في مجلس الأمن لإفشال أي قرار ينتقد إسرائيل وتصرفاتها بداية من سنة 1973. ولحد هنا انتهت الحلقة. أتمنى أكون عرفتك الأسباب الحقيقية لوقوف أمريكا ودعمها المستمر لإسرائيل. في النهاية استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.